هذا جزائري، هذا صديق أبو زعيطر، صديقه يعني يدرب معه، يأكل معه، يشرب معه، يستمعون للقرآن مع بعض. الجزائري من أجل مواجهة نفس المقاتل الأمريكي اللي يتكلم بشكل كبير جدا، وخاصة بعدما أسقط مع الجزائري. وهذا الجزائري وعد صديقه أبو زعيطر بأنه سوف يثأر له. المواجهة فيس تو فيس كانت بهذه الطريقة. دائما هذاك الأمريكي يحاول استفزاز الخصوم تاعو، وخاصة عنده عنصرية في تصريحات. القاتل الأمريكي عنده بالمارس في القتال إلى آخره. دعاء المقاتل الجزائري في اليو اف سي يدخل هنا في هذا الحرب ضد المقاتل الأمريكي، والرغبة شديدة جدا في إنهاء مسيرته، وخاصة الثأر بعد التصريحات القوية اللي يقولها هذا الأمريكي في أمريكا، في أفغانستان عفوا، في العراق. شوف هنا نشوفوا تدخلات قوية من بوكسينج وكيك بوكسينج، بالإضافة إلى المصارعة، الإخضاع. شوف هنا الحمل. وشوف طبيعة الحال نحسوا بأنه الأمريكي هنا راهو مضرار بشكل كبير جدا بسبب قوة سترايكات تاع الجزائري في هذا الحلبة. هذا القفص طبيعة الحال أي لاعب يدخل داخل هذا القفص بإمكانه أنه يستسلم، ولكن رياضة القتال ما تخليكش تستسلم. يعني إذا استسلمت راح تخليك تشعر شعور راح يأنبك ضميرك طول حياتك. هنا شوف الجزائري يحمل هذا الأمريكي بعدما قضى عليه نوعا ما نصفيا. أنا نشوفه فيه يعني تظهر عليه علامات التعب. وهنا محاولة الإخضاع بطريقة الخنق. راح نشوفوا إلى متى ستستمر هذه العملية، عملية الإخضاع. الأمريكي لم يستسلم، تمكن من الخروج من عملية الإخضاع. الجزائري مرة أخرى يحاول هنا في القفص، ما زال يحاول يضرب، ما زال عنده جهد. هذاك الأمريكي يحاول يدافع على نفسه. صراحة المقاتل الأمريكي من الناحية الرياضية عنده إمكانياته، ولكن في هذه المباراة كما تشاهدون الجزائري كان ضربه قوي جدا، إلى أنه يعني أثر عليه. تحس بالتأثر يعني تاع هذا الأمريكي هنا. شوف معايا يضرب حتى بالكود على طريقة المقاتل. شوف معايا شوف على طريقة مقاتلين المواي تاي زي مشاهدين. شوف دخل بالجنو. طبيعة الحال أنا لست من مختصي رياضات القتال، ولكن عندنا معرفة متواضعة تسمح لنا أن نفهم هذه الرياضات. هناك بعض الضربات ممنوعة في هذا الأمامي. شوف الكاو هنا قام بإنهاء المباراة بالكاو، الضربة القاضية والفرحة. شوف الضربة القاضية باستعمال جنو طب. هنا طف عليه الضوء بهذه الطريقة، قام بإسقاطه وزاد له ضربتين. صراحة الحكم كان متأخر، لأنه من باب الاحتراف الضربتين هذيك نورمالمون. لحال صرخت كل المعلقين، لأنه معظمهم يكونوا ينتظرون في الأمريكي. شوف تحية